السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. أول حاجة هنتعلمها إن شاء الله هي لغة ال HTML. ليه بنستخدم ال HTML؟ ال HTML هي أساس أي ويب سايت. ثانية واحدة، يعني إيه ويب سايت؟ الويب سايت يعني مجموعة من الفايلات والصور والكلام، زي مثلا الموقع ده تكون من إيه؟ من شوية كلام وشوية صور وشوية صفحات زي كده. تمام؟ يبقى علشان اعمل ويب سايت لازم اتعلم شوية لغات وبداية اللغات دي هي ال HTML. تمام. وقلنا ان اللغة دي تعتبر الطوب الاحمر لاي موقع، زي مثلا دلوقتي احنا دوسنا كليك يمين، دخلنا على الموقع بتاع الملف، مسحنا لغة ال CSS من الموقع ده، وجينا نفتح كده الموقع. بص بقى شكله وحش ازاي. هو المحتويات كلها موجودة هي، بس الاختلاف اللي احنا شلنا التنسيق. تمام. يعني الكلام صغر وشكله بقى وحش، الفونت بتاعه الخط بتاعه اتغير. تمام. والصور ما بقتش في مكانها الصح، ما بقتش في النص وكده، وبقى الموقع بتاعنا شكله وحش. تمام. بس المحتوى هو ده يعتبر كده طوب احمر. تمام. اما التنسيقات بتعملها ايه لغة السي اس اس. تمام. طيب، قلنا ان علشان اعمل موقع لازم يكون عندنا براوزر. تمام. زي جوجل كروم او فايرفوكس او ايدج او بريف. تمام. اشتغل بالبراوزر اللي يعجبك. برضو بحتاج ايه محرر اكواد زي فيجوال ستوديو كود او اتوم او النوت باد بلس بلس. تمام. اكتب في المحرر الاكواد اللي يعجبك، الاتنين هيأدوا نفس الغرض. طب الدرس اللي فات عرفنا ان اول حاجة لازم اعملها علشان اعمل موقع، لازم اكريت فولدر ويكون جواه الملفات بتاعت الويب سايت. تمام. نروح مثلا لكورس الاي، ويستحسن تعمله في كورس او بارتيشن بعيد عن بارتيشن السي، لان لو لا قدر الله الويندوز سقط ولا حاجه، الملفات بتاعتك هتروح. تمام. فانت خليه في بارتيشن تاني. نعمله مثلا اول حاجه اتعلمناها، قلنا ايه؟ بنضغط كليك يمين، بعد كده من نيو هنختار فولدر. تمام. ونسمي الفولدر بأي اسم يعجبك. يستحسن تسميه باسم الموقع اللي هتشتغل عليه. انا هسميه بروجكت 1. بعد كده نفتحه وكليك يمين، بعد كده نعمل نيو ايه تكست دوكيمنت. ولازم نتأكد ان احنا مفعلين خيار الفايل نيم اكستنشن. تمام. ازاي بنعرف ان احنا مفعلين؟ اول حاجة بندوس فيو، وبعد كده تعمل صح على فايل نيم اكستنشن عشان تعدل على امتداد الملف. تمام. وهنسميه مثلا ايه؟ هسميه index دوت html. تمام. ولازم نراعي قواعد الكتابة، مفيش مسافات، ونكتب ايه امتداد اللغة اللي هو دوت html. لو تشتغل بلغة السي اس اس يبقى دوت سي اس اس، لو تشتغل بلغة السي يبقى دوت سي. تمام. بعد كده كليك يمين واوبن ويز كود. عود نفسك علشان تفتح البرنامج فيجوال ستوديو كود عشان تعدل على الكود اللي انت هتعمله او تنشي كود. لازم تدوس اوبن ويز كود علشان تعدل على المجلد كله، المحتويات المجلد كله عشان ما تتوهش. طيب جميل اوي. في شوية مصطلحات عايزين نعرفها. اول مصطلح اسمه الاليمنت. الاليمنت ده معناه عنصر. العنصر بيتكون، الاليمنت بيتكون من ايه؟ من ستارت تاج، تمام، والاند تاج، والمحتوى الكونتنت. طبعا ده مش كود فعلي بس انا بفهمكم الفكره.
تمام، او طريقة كتابة الاكواد ال HTML. تمام، ده اسمه ستارت تاج ايه وده اسمه انت تاج، وده الكونتنت المحتوى اللي بيظهر في البراوزر. يبقى الاوامر في لغة ال HTML اسمها تاج. قلنا الاليمنت بيتكون من ستارت تاج وانت تاج والمحتوى، وبيسمى برضو الاوبننج تاج، ده بيسمى الاوبننج تاج والكلوزنج تاج، يعني الفتحة بتاعة التاج والقفلة بتاعة التاج. تمام، وفي نوع تاني اسمه السيلف كلوزنج، ده قفلته منه فيه، هنشوف الموضوع ده كمان شوية. تمام كده، يعني هنفهم element. تمام، اول حاجة الاليمنت يعني ايه؟ يعني عنصر. طيب، تاني حاجة اسمها الاتريبيوت. الاتريبيوت يعني خصائص. تمام، ايه الخصائص دي؟ هي شوية اضافات بنضيفها للستارت تاج. تمام، الاتريبيوت هي شوية اضافات بنضيفها للستارت تاج، زي مثلا نعمل هنا باراجراف، نكتب هنا مثلا تايتل، نقفل كده. تمام، ده الستارت تاج وده الانت تاج، وهنا مثلا نكتب هنا مثلا حرف الاي، وهنا اي بي سي. تمام، ده ايه؟ الكونتنت. تمام، ده كده على بعضه اسمه اتريبيوت. تمام، طيب، وده اسمه الفاليو. تمام، تالت مصطلح معانا اسمه الكومنت. الكومنتس، تمام، اللي هي التعليقات. عشان تكتب كومنت اول حاجه تفتح براكتس والاكسليميشن مارك، وبعد كده ماينس ماينس، هو كمل لك الباقي، بتدوس ماينس ماينس وتقفل البراكت. تمام، بعد كده ايه؟ تكتب الكلام اللي انت عايزه. تمام، الكومنت ده، الكومنتات دي بتكتبها ليك انت، لو عايز مثلا تعدل على حاجة بعدين تعمل كومنت، او مثلا عايز تكتب الكومنت ان الكود الفلاني بيعمل كذا كذا، او انت مثلا عملت كود كبير قوي وعايز تعرف الديف ده بيعمل ايه بالظبط، وعلشان مثلا واحد صاحبك يشوف الكود وعايز يعرف ده بيعمل ايه، اكيد مش هيتصل بيك على واتساب ويقولك الكود رقم 1854 بيعمل ايه، فانت تسيب كومنت علشان يوضح الكود بتاعك. تمام، طب وطبعا الكومنت ده مش بيظهر في البراوزر. تمام، احنا قلنا ايه؟ الكومنت مش بيظهر في البراوزر. تعالى لما نعمل دولت كده كومنت، دوس كنترول ذا كنترول ذا كنترول ذا كنترول ذا كده، احنا خلينا كل ده كومنت. طب ايه اللي هيظهر هنا؟ السطر ده. طب هيظهر السطر كله اللي هي البي والتايتل وكده؟ لا، هيظهر المحتوى بس. تمام، ده امر. هيظهر المحتوى اللي هو الكونتنت، يعني هيظهر اي بي سي. تعال نشوف كده. طب ما ظهرش ليه؟ لان احنا معملناش كنترول اس. تمام، فلازم تعمل كنترول اس. طب انت مثلا بتنسى وشايف الكنترول اس دي هتبقى رخمه معاك، ممكن ايه؟ مكالمة فايل، هتختار حاجة اسمها الاوتو سيف. تمام، دي هتعمل لك كنترول اس اوتوماتيك. تعالى نعمل فيش، ظهر الاي بي سي اللي هي دي. تمام، طيب ندخل بقى على الشغل العملي. دلوقتي عندك الموقع ده. الموقع ده بيتكون من ايه؟ من الراس بتاعت الموقع، وبيتكون من المحتوى اللي هو الجسم الموقع اللي هو البادي. تمام، والراس اللي هو الهيد. اللي شايل الراس والبادي هو تاج ال HTML. تمام، تعال نشوف. اول تاج هناخده معانا هو تاج ال HTML. تمام، طبعا ليه فتحة وليه قفلة، يبقى ده opening تاج وكلوزنج تاج. تمام، وده بيعبر عن بداية الكود وده بيعبر عن نهاية الكود. تمام، بعد كده نكتب الراس اللي هي ايه؟ الهيد.
تمام. هيد دي يعني راس صفحة، يعني اللي جوه الهيد مش بيظهر جوه الموقع او مش بيظهر في المحتوى الموقع، زي العناوين والمعلومات وزي الكلمات المفتاحية والوصف وكده. تمام. يبقى دي خلينا نعرف دلوقتي اللي هي دي راس الموقع. تمام. جسم الموقع اللي هو ايه؟ البادي، اللي بيبقى فيه محتوى الموقع بتاعنا من نصوص وصور وفيديوهات وعناوين وجداول ولينكات، كل حاجة. تمام. طيب، يبقى البادي يعني جسم الصفحة بيكون فيه المحتوى بتاع الموقع، ومينفعش نحط البادي في الهيد او الهيد في البادي، لان مفيش حد راسه جوه جسمه او جسمه جوه راسه. تمام. يعني خدنا كده HTML والهيد والبادي. تمام. خدنا كده 3. رابع حاجة ناخدها هو تاج التايتل. تمام. يعني ايه تايتل؟ يعني عنوان. تمام. طيب، عنوان الموقع بتاعنا طبعا ده انه قلنا الهيد ما بيظهرش في المحتوى، بيظهر فين؟ في الراس. تمام. او في حاجات متعلقة بمحركات البحث. ازاي نعمل عنوان؟ نكتب التاج التايتل ونكتب جواه اسم العنوان اللي انت عايزه. انا هسميه مثلا بروجكت 1. شايفين الاندكس دوت اتش تي ام ال؟ ركزوا فيها كده، هنعمل ريفريش بقى بروجكت 1. كده احنا غيرنا عنوان الموقع بتاعنا او عنوان الصفحة بتاعتنا. طيب، يبقى نقوله تاني علشان نحفظ الكود كويس. قلنا ان الموقع بيتكون من ايه؟ من هيد وبادي، اللي راس ومحتوى، واللي شايل الهيد والبادي هو تاج الايه؟ ال HTML. تمام. قلنا هيكلة ال HTML بيتكون من اول حاجة واسم ال HTML. تمام. ده اوبننج تاج وكلوزنج تاج. تمام. بعد كده تاج الهيد اللي هو راس الموقع. عايزين نعمل اسم الموقع، نكتب ايه؟ تاج البادي. تمام. عايزين نعمل عنوان، نكتب في الهيد كده تايتل ونسميه بروجكت 1. وتسميه بأي اسم يعجبك عادي، عايز تسميه باسمك سميه. عرفنا ان الهيد بيتكتب جواه تاج التايتل. طيب، في حاجات تانية بتتكتب غير التايتل، زي مثلا تاج اللينك. ده كده تاج اللينك ده هنعرفه بالتفصيل في كورس CSS، لكن علشان اشبع فضولك ده بنستخدمه علشان نربط صفحة ال HTML بصفحة ال CSS. تمام. بملف تاني غير ال HTML. طيب، وده يعتبر ايه؟ سيلف كلوزنج، قفلته منه فيه، يعني مفيش لينك ونكرره تاني. تمام. طبعا الفرق ما بين الستارت تاج والاند تاج هي ايه؟ علامة السلاش دي. تمام. طيب، ده